تخافش. طيب اخر ماتش اتفرجت عليه كان ماتش ايه؟ ما تخافش. بعد من مدافع من مثلا. صح. اوكي. اهلا بيكم في 2 في سلندر نسخة كاس العالم، والمرة دي كلامنا مش بس في العربيات، كلامنا كمان في الكورة، ومعانا 2 لاعيبة من اجمد اللاعيبة اللي موجودين في سلندر. يارا وحبيبة. في البداية عايزين نسأل، هل ليكوا في الكرة؟ جدا طبعا، هتشوفوا هشرفك. أنا خايف جدا بعد التأكيدات عدم دي. ما تخافش. طيب آخر ماتش اتفرجت عليه كان ماتش إيه؟ ما تخافش. شكلك فاهم يا نصة. آخر ماتش اتفرجت عليه كان إيه؟ قريب. طب ده تيشيرت منتخب مين؟ مغرب. إيه ده شطارة؟ أكيد ده برضه تيشيرت منتخب الجزائر. ايوه بالظبط باين. أوكي. مش محتاجة حاجة يعني. إحنا دلوقتي هنبدأ أول فقرة، هي الفقرة 3 أسئلة سرعة، يلا نبدأ. جاهزين؟ جاهزين. نهائي كاس العالم 2022 مش من بعيد، من 4 سنين بس. احنا عندنا فكره اصلا ان كاس العالم كل 4 سنين بيتلعب. اوكي. طيب كاس العالم 22 النهائي كان بين مين ومين؟ فرنسا ها؟ وارجنتين. اجابه صح. اوكي. ايه السؤال الثاني؟ سؤال صعب قوي. الكارت الاصفر اللي مع الحكم معناه ايه؟ ايه ده؟ هي الحدث لا جت الاول. ها؟ انذار. صح. السؤال الثالث، مين المنتخب الافريقي، وده كان انجاز بالنسبه لنا وهو بالمناسبه عربي برضو، وصل نص نهائي كاس العالم 2022؟ مغرب. اوكي. ودلوقتي الفقرة الثانية. الفقرة الثانية عبارة عن أسئلة صح وغلط بنعملها خلال 30 ثانية، بس الموضوع كده هيبقى بسيط. لا احنا صعبنا التحدي شوية، عايزة تعرفيه ولا نخليه مفاجأة؟ لا قول. طيب الدايرة اللي احنا واقفين عليها دي هتلف، وهي بتلف انت المفروض ان انت تحاولي تشوطي في الإيماع وتوقعيها. سهلة جدا. اوكي، بس وانت بتعملي ده انا هكون بره بسالك الاسئله بتاعت الصح والغلط، وانت تكوني بتجاوبيها برضو في نفس الوقت. جاهزه؟ جاهزة. الماتش بيبدا من دايره نص الملعب. صح. حارس المرمى بيلبس لون مختلف عن لاعيبه الفريق. صح. الفريق ممكن يعمل تبديلات اثناء المباراه. صح. الركنيه تتحسب لو الكره خرجت عند خط المرمى بعد من مدافع مثلا. صح. اوكي. اصابات ماشي. ضربة المرمى تتحسب لو الكرة خرجت من المهاجم بره المرمى. غلط. اللاعب العادي يقدر يمسك الكرة بايديه واللعب شغال. غلط. كابتن الفريق يقدر يلغي قرار الحكم. جاهزة؟ جنوب افريقيا كانت اول دولة افريقية تستضيف كاس العالم. كاس العالم 26 هيقام في امريكا الشمالية. اوكي. الولايات المتحدة الامريكية استضافت كاس العالم 94. يمكن كندا هتشارك في استضافة كاس العالم للرجالة 26. صح. ايطاليا ما شاركتش في كاس العالم 22. مش عارفه شاركوا. اوكي. ميسي لاعب ارجنتيني. ارجنتيني. كريستيانو لاعب برتغالي. صح. نيمار. ودلوقتي الفقرة الثالثة، أسئلتنا اختيارات، هقول السؤال وبعديه هقول الاختيارات. اوكي، فلو حد حدث قبل ما اقول الاختيارات كلها هيضطر ان هو يجاوب، عرف غلط او جاوب غلط سوري مش هيتكلم تاني. متفقين؟ متفقين. اوكي، جاهزين؟ جاهزين. حسب تقارير صحفية محمد صلاح عنده مجموعة عربيات وفي منها واحدة سوبر كار. انهي واحدة من العربيات ديت عند صلاح؟
لامبورجيني، فيراري، رانج روفر. فيراري. غلط. ماشي. لامبورجيني. صح. السؤال الثاني، مانشستر يونايتد عندهم حارس اسمه اندري اونانا. في اخبار كتير ارتبط اسمه بعربيه اس يو في، تمام؟ والعربيه دي اتسحبت منه علشان مشاكل في التامين وعليه اقساط ومواضيع كبيره كده. المهم العربيه دي كانت ايه؟ لامبورجيني اورس، بنتلي، ولا مرسيدس جي كلاس؟ بنتلي. غلط. لامبورجيني اوروس. صح. مش عارفه منين. روبرتو كارلوس ده جنسيته ايه؟ برازيلي. ايوه كنت هقول على قديم شويه فعلا. في عيد ميلاده كان بيلعب في نادي، وصاحب النادي دوت قرر ان هو يجيب له هديه عربيه. العربيه دي بوجاتي، بورش، مازيراتي. بوجاتي. صح يا حبيبي. ايه ده؟ الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ودلوقتي التحدي الاخير، وهو تحدي كوره بس، وطبعا البنات اي حاجه يقدروا عليها. فالتحدي دوت المفروض ان انت على قد ما تقدري تخلي الكوره في محيط المربع اللي جوه كونز. تمام؟ تمام. جاهزه؟ جاهزه. الكرة الأولى اوت. الكرة الثانية إن. اوكي. جاهزة يا يارا؟ جاهزة. اوكي، الكرة الأولى اوت. الكرة الثانية يعني بص احنا ممكن بقى نجمد رجلنا شوية. الكرة الثالثة اوت. شكرا. عظيم جدا. شكرا. ودلوقتي جينا للحظة المنتظرة في خلال حلقتنا، وهي نتيجة الماتش اللي جامد اللي ما بين أكتر ناس بتفهم في الكورة وهم البنات. والنتيجة هي حبيبة. مبروك يا كابتن. ميرسي كتير. طبعا حابه اوجه رساله ان احنا اثبتنا طبعا ان البنات بتفهم في الكوره للناس اللي شايفين ان احنا ما بنفهمش في الكوره، ولو كسرتوا حاجه في الاستوديو فداكوا الفلوس بتتعوض. وهنا نتعلم درس مستفاد ان احنا ما بنلعبش كوره مع بنات تاني. وشكرا، مبسوطين ان انتوا كنتوا معانا في 2 في السلندر، ونشوفكم الحلقه اللي جايه.